وبهذه المناسبة تفضل الملك محمد السادس بإصدار عفوه على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 991 شخصا. شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي أمس بمدينة جدة شددت على مركزية دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف. وثمنت اللجنة أيضا في البيان الذي توج أعمالها ثمنت الدور الذي تطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف برئاسة الملك محمد السادس. هذا ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى بذل جهود جادة لحماية المدينة المقدسة المحتلة ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وأهلها، والدفاع عنها في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير التركيبة السكانية والهوية والوضع القانوني والتاريخي الراهن، إلى جانب إدانة فرض السلطات الإسرائيلية عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى مسؤوليه والمنظمات الأهلية الفلسطينية. تنفيذا للتعليمات الملكية، استقبل عبد اللطيف اللودية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس بالرباط. استقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق طيار مارتن إليوت سامسون. وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع الذي حضره سفير المملكة المتحدة بالرباط أعرب عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة والمستدامة التي تجمع المملكتين، كما أبرز تطلعهما لمواصلة تطوير هذه العلاقات العريقة، وتبادلا وجهات نظرهما حول الوضع الأمني الإقليمي ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الدفاع خدمة للسلام والاستقرار الإقليمي. كما استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط، استقبل بدوره كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مارتن إليوت سامسون، حيث يندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حاليا إليوت سامسون للمملكة. من جانب آخر، أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى محادثات أمس بالرباط مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي كاثرين غوتاني هارا. اللقاء يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها غوتاني هارا للمملكة على رأس وفد برلماني هام. وكانت المسؤولة المالوية قد أجرت محادثات مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي ورئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة، وكذا مع وزير الفلاح والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي. بمدينة الخميسات أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع رئاسة الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أطلقت مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية بحضور ثلة من الوزراء والمسؤولين. ويهدف هذا المشروع الذي يأتي تجسيدا للإرادة الملكية التي خصت الأمازيغية بمكانة واهتمام كبيرين، يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بغية تسهيل ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية. الروبورتاج التالي لمروة بن حليمة ودريس بيوض يقربنا أكثر من هذا الموضوع. تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارة العمومية مشروع طموح تم إطلاقه اليوم بمدينة الخميسات في إطار لقاء نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع رئاسة الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. مشاريع تشمل العديد من الإجراءات على رأسها توظيف أعوان الناطقين باللغة الأمازيغية بجميع الإدارات العمومية بغية ولوج المواطنات والمواطنين على قدم المساواة إلى الخدمات العمومية. يعني جميع المشاريع ديال التنزيل ديال الأمازيغية داخل الإدارة باش نعزوا
القطاع ديال الاداره بالامازيغيه، وتكون يعني العلاقه مع الامازيغ سهله في اللغه، توقعوا واحد العدد ديال الاتفاقيات. كاين 25 اجراء، كاين كذلك انه تمويلات اللي هي مهمه، 200 مليون ديال الدرهم السنه الماضيه، 300 مليون ديال الدرهم هذه السنه باش نواكبوا هذه المشاريع كلها. اليوم كاينين 460 عون في مختلف انحاء المملكه تتكلموا التنوعات اللغويه الثلاث ديال اللغه الامازيغيه اللي متفرقين على مختلف الادارات والمرافق الصحيه. شي يديروا هاد الاعوان ولا جا شي مواطن تيتكلم باللغه الامازيغيه تيقدروا يعاونوه، يعطيوه الارشادات ويسهلوا عليه الولوج للخدمات العموميه. إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية تتم وفق مجموعة من الإجراءات، منها إدماج اللغة الأمازيغية في مراكز الاتصال والتوجيه وبنيات الاستقبال، وكذلك على مستوى اللوحات وعلامات التشوير، بالإضافة إلى إدماجها في المواقع الإلكترونية الرسمية. الإطار هذا البرنامج رئاسة الحكومة وكذلك القطاعات الحكومية وضعت برنامج مسبق، برنامج إعمال طابع رسمي للأمازيغية، واليوم الانطلاقه ديالو ديال يعني ميزون اوفر ديالو ديال الاعمال ديالو في الادارات العموميه، في العدل، في الصحه، في التعليم ديجا راه كاين فيه، وفي الادارات العموميه بصفه عامه. وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على 4 اتفاقيات بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة من الوزارات في قطاعات مختلفة، اتفاقيات ستعطي دفعة قوية لمجال عمل الإدارة المغربية بهدف إدماج اللغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. تخلد مدينة الرباط ذكرى العاشرة لتوطينها من طرف اليونسكو عاصمة تراثية عالمية. قناة ميديان تيفي تقترح عليكم بهذه المناسبة تغطية خاصة تبرز فيها أهم معالم هذه المدينة. وفي الربورتاج التالي لمحمد شنتوف ووسيم حدان سنقف عند الأسوار والأبواب الموحدة. هي جولة تستحق أن تعاش وأنت في طريقك لمحاولة اكتشاف المعالم التراثية العالمية 8 لعاصمة المملكة. ستستقبلك الأبواب الموحدية 5 بأسوارها العريقة وأبراجها 74. عظمة هذه الأسوار بالنسبة لرباط الفتح تتمثل في أن الموحدين اختاروا مدينة رباط الفتح كثالث عواصم الإمبراطورية الموحدية بعد العاصمة الأم مراكش وعاصمة الأندلسية إشبيلية. السور الموحدي يعتبر تاج ورمز العظمة والقوة والعمارة العسكرية بمدينة رباط الفتح بصفة خاصة، والعمارة العسكرية الموحدية بصفة عامة، نظرا لضخامة الأسوار وعظمتها وطولها من حيث العلو يعني ارتفاعها، وكذلك من حيث سمك السور الذي، وكذلك خاصة مواد البناء التي هي مواد بناء مبنية بالطابية اللي هي طابية غنية جدا ومسلحة بحصى الرمل التي تعد من أقوى وأصلب الطابيات يعني اللي عرفها العالم الإسلامي بصفة عامة والعمارة الموحدية بصفة خاصة. اكتملت هذه الأسوار عام 1197 وتمتد إلى ما يقرب من 5400 متر وتحيط بمساحة 450 هكتارا. الدور الذي كانت تلعبه هذه الأسوار في الماضي عسكري بالأساس، يتمثل في حماية المدينة من الهجمات والأخطار الخارجية. الآن أصبح دورها عمراني وحضاري وتراثي وتاريخي، أدخلها في زمرة التراث المادي العالمي حسب تصنيف اليونسكو قبل 10 سنوات، ومعقلا من معاقل السياحة الثقافية بالمغرب. أنا كشاب مغربي تنفتخر بالتاريخ ديال البلاد ديالي، وبحال هاد الاثار هادو تنتمنى ان السلطات يزيدوا يرمموهم ويحافظوا عليهم. تيشرفنا انه يتسجل ضمن الصورات العالمي، وبانه الحمد لله حنا تنستافدوا منه، تنشوفوا تنتمتعوا به، تنجيو نجلسوا حدا هنا ونجيبوا الولاد ديالنا. وفي نفس الوقت كاين مآثر أخرى كذلك اللي تتشرف المغرب وأنها تميز اللي يتميز بها المغرب، لأنها تاريخ، والتاريخ الإنسان اللي ما يعتزش به
من لم يعتز بتاريخه فلا لا قيمة له ولا وجود له. لا، بحكم اننا اجيال جديده ما كنعرفوش مزيان التاريخ، ولا ما واكبناش واحد الفترات ديال التاريخ اللي غنفهموا هاد الاسوار لاش دارت، الاسباب ديالها واسباب التاسيس ديالها والبناء ديالها. احنا الناس كنجيو لمدينه الرباط، كنجيو كزائرين مره، وهاد الاسوار كتمثل لنا تراث ديال تراث قديمه كتعجبنا. واش غنقول لكم، كنتمنى من هاد وزاره الثقافه تهلا في هاد التراث هادو. باب العلو وباب الحد وباب الرواح وباب زعير وباب الموحدي، وشوارع تفصل بين هذا وذاك، أبواب نقشت بعناية فائقة، إبداع في المعمار وعظمة في التشييد. هذه فقط إحدى معالم التراث العالمي بعاصمة المملكة، هنا الرباط، عاصمة حديثة ومدينة تاريخية وتراث مشترك في قائمة التراث العالمي منذ سنة 2012. اللحظة وبعد 10 سنوات تضيء مصابيح الحاضر جدران التاريخ المشرق، تاريخ مملكة وتاريخ وطن. أما الجولة فلم تنتهي بعد، فغير بعيد من هنا هناك معالم أخرى أيضا لها في موطن العراقة 1000 قصة ورواية. إلى هنا نأتي مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. بعد قليل زميل بسام نجار سيوفينا بأبرز ما ميز الساحة الرياضية من أخبار على الصعيدين المحلي والدولي، لكن قبل ذلك نتوقف مع أحوال الطقس. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية لطقس الأربعاء يظل طقس برد نسبيا فوق المرتفعات وجنوب شرق البلاد والجنوب الشرقي، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وبعض القطرات المطرية المحلية في السهول الشمالية ومناطق السيس وهضاب الفوسفات، مع بقايا من الأمطار في بعض المناطق بشمال الأقاليم الجنوبية والأطلس الصغيرة. وستكون السماء أحيانا غائمة بوسط البلاد والسهول الشمالية، إضافة إلى تناثر حبات من الغبار المحلي بجنوب المملكة.